أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يوم جديد كله حياة، شمس بتبتسم وناس وهوا، والعصافير بتغني في سماء، غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نصه التاني يروح معاه ويملى الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب رقموسة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان تصلوا كل جديد. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتدعوا لماما سعيدة بالرحمة والمغفرة كده، ربنا يرحمها يا رب، وتدعوا لها وتصلوا لها يوم الجمعة كده يا رب، وتدعوا لها كده ربنا يرحمها برحمته الواسعة، وهي وأمتنا وأمات المسلمين أجمعين، وأهل فلسطين يا رب، أهل غزة ربنا يا رب يرحم شهدائهم جميعا. بجد والله أنا بقيت اليومين دول مش عارفة أقول لكم إيه، بس بقيت اليومين دول يا جماعة إن أنا بخاف ومش عاوزة، مش جاية نفسي إن أنا أفتح الفيسبوك أو التيك توك والكلام ده كله، لان بيجي فيديوهات كتير تزعلني قوي قوي صراحة، فيديوهات عن اهل غزة وكده، والاطفال الشهداء اللي بيتوفوا، والناس برضو الكبيرة والاطفال ما سابوش حد منهم، ربنا يرحمهم يا رب. يعني بجد بيقطعوا في قلبي، بجد بيقطعوا في قلبي، بحسهم كده اطفال يعني لسه صغيرين، اطفال صغيرة يعني يحصل فيهم كل ده، يعني حاجة توجع القلب بجد، يعني حاجة توجع القلب. ربنا يرحمهم يا رب كده برحمته الواسعة. اطفالنا الشهداء عصافير في الجنة، والله عصفور في الجنة، كل اللي بيموتوا الاطفال دول عصافير في الجنة والله. وطبعا ربنا يرحمهم برحمته الواسعة يا رب، ويرحم ماما سعيدة، وربنا ينصرهم يا رب يا رب، ربنا ينصرهم يا رب يا رب، ما عادش يحصل لهم حاجة تانية، لان اقسم بالله ما عاد فيهم حد اصلا، موتوا كله، يعني حول ولا قوة الا بالله. والله مش عارف، بتخيل المنظر كده، الاطفال يعني يوجع القلب بجد. ربنا يرحمهم يا رب. والله يا ريت بايدينا حاجة نعملهم، احنا مش بايدينا حاجة نعملها غير ان احنا نقاطع البيبسي والشيبسي والكلام ده كله، ده اللي بايدينا نعمله. احنا لو بايدينا حاجة اقسم بالله كنا عملناها. ربنا معاهم يا رب. وطبعا فضلت تقولولي كتير يا رموسة يا رموسة افتحي بس، يا رموسة اعملي فيديو كده، وتقولولي اعملي فيديو بس وما تغيبيش علينا. فانا عيوني ليك والله ما اقدرش ازعلكم،
طبعا حبايب قلبي، كلكم على دماغي والله. والنهاردة الجمعة بقى، روتين الجمعة الحلو بقى كده، روتين الجمعة الحلو والهادي زيكم. طبعا اليوم الجمعة ده انا بحبه جدا جدا. يوم هادي كده وجميل، وحس بيه براحة نفسية كده لما اصحى اشغل سورة البقرة، وبعدين يكون كده القرآن جدا والقرآن بيقول كده، والجمعة بتقول حاجة جميلة في منتهى الجمال صراحة يعني. طبعا كل اللي بيقول يا رموسة يا رموسة افتحي بس، حاضر هفتح لكم، بس قلت انزل الفيديو. طبعا انا مستنية هايدي، ممكن هايدي تجيلي بكرة او مش عارفة، بس لو ما جتش بكرة انا هروح لها، انا هجيبها. طبعا هايدي تيجي تقعد معايا شوية بقى، وان شاء الله انزل لكم فيديوهات معاها او اعمل بس معاها ان شاء الله. طبعا كل بيقول يا رموسة انت بتفضلي تقولي طبعا طبعا. مفيش كلام اقول طبعا. طبعا استحملوني استحملوني. طبعا حبايب قلبي. جبت لكم بقى كده بروتين كده يوم الجمعة الجميل ده اللذيذ اللي كله راحة نفسية. اول حاجة زي ما انتوا شايفين كده، ونفضت السرير وسلت الفرشة غيرتها، وكوباية الشاي الجميلة بتاعتنا اللي على الصبح كده، وسورة البقرة طبعا ما ننساهاش اول حاجة نعملها سورة البقرة. وطبعا بدأت ان انا اعمل كده ايه، اروق الركنة، روقت الركنة التانية، لسه اروق الركنة دي. طبعا روتين بسيط ولذيذ كده معاكم الصبح. طبعا انا اي حاجة مني حلوة كده كده اصلا، مش غرور والله بس ثقة. طبعا حبايب قلبي، الاسبوع اللي فات ده كله كان امتحانات الشهور وكده، والحمد لله. طبعا ادعولي كده ربنا ينجحني يا رب. ولسه امتحانات شهور تانية، وهوب هنلاقي نص السنة امتحانات، نص السنة في ايه، ايام بتفوت بسرعة يعني. عندكم ماما سعيدة اهي، ربنا يرحمها يا رب، بقالها 9 شهور او اكتر متوفية. بس يعني ما اقولكوش بقى يا جماعة، ال9 شهور دول عدوا عليا في ثواني، وفي نفس الوقت وحشتني قوي صراحة، وحشتني قوي قوي قوي. يعني مش عارفة اقولك، بس الواحد يعني حاسس ان ماما لسه متوفية امبارح كده، لسه الحزن في قلبي، اللي هو بيفضل يقول دي مش حزنت على امها والكلام ده، الناس مريضة بتفضل تقول في التعليقات كده، دي ما زعلتش على مامتها وكده. بس انا بالعكس يا جماعة، بالعكس، مش لازم الواحد ان هو مثلا يكون زعلان ويبين لكم الزعل، اللي هو يفضل مثلا. انا جيت لي فتره كده فضلت انزل فيديوهات كتير حزينه، فمش هفضل انزل لكم فيديوهات كتير حزينه يعني. ان قناتي عباره عن روتينات، تحديات، مقالب، يعني ان انا اديكم نصيحه وكده وانتوا تنصحوني والكلام ده، مش عشان اطلع ان انا اعيط لكم واعيطكم معايا. من ضمن في ناس كتير لما تشوفني بتزعل عليا وكده، وكانت بتحب ماما سعيدة، فمش كل ما اطلع لازم اعيط او اللي هو تعبانة ومعلقة محلول والكلام ده. انا جات لي فترة صراحة يعني كنت بودع بمعنى الكلمة. فترة التعب دي كانت صعبة جدا جدا. هي فترة كان عندي سخونية وبرد، وكان جسمي وجعني، ما كنتش بقدر اقوم، كنت يعني بمعنى الكلمة كنت متدمرة وتعبانة جدا. وكنت بروح بالكارونة المدرسة، وباجي اخد محلول انام، اصحى برضو تعبانة، ابقى كويسة ساعتين، بعدين اتعب تاني، يعني حاجة تعب بجد. فطبعا الحمد لله من فضل ربنا، وثم دعواتكم، ثم العلاج،
بقيت حلوة وكويسة والحمد لله على كل حال. ربنا ما حد يشوفها يا رب. فترة التعب دي اللي بتبقى تغيير الجو ده بيبقى صعب جدا. وعاوزاكم برضو تدعوا لأيلين بنت أمل أحمد، تدعوا لها لأنها تعبانة. ربنا يا رب يشفيها يا رب. انا كنت اللي هو اقول لكم حاجه، انتوا عارفين ان انا مش عنكم حاجه، بس انا كنت اول ما عرفت ان اموله حامل كنت نفس الوقت شعور فرحه وهطير من فرحه، وفي نفس الوقت ان انا عارفين انتوا شعور الغيره ده اللي هو انا غيرانه جدا. هتحبها اكتر مني، هتحبها اكتر مني، هتعلق بها اكتر مني والكلام ده. بس ده العكس في كل حاجة، اجت كل حاجة عكس. يعني امل بتحبني زيها، بتعتبرني بنتها التانية، ونفس معاملتها لأيلين ليا. ويعني امل عمرها ما اتغيرت عليا في اي حاجة خالص، اذا كان ولدت او مثلا بقت حامل وكده، وما اتغيرتش عليا في اي حاجة. وهايدي برضو عاوزة اقول لكم ان هايدي ماما التانية. عارفين مامتي ماما سعيدة؟ ماما التانية هايدي دي بتخاف عليا، بتحبني، بتجيب لي كل اللي نفسي فيه، بتعمل حاجات كتير قوي عشاني، وانا بعمل عشانها بعصبها. بس والله يا جماعة ما اقدرش على زعل هايدي اقسم بالله معوضاني عن ماما سعيدة. وانا عارفة ان مفيش حاجة هتعوضني عن فراق ماما سعيدة، بس هي معوضاني في حنانها وفي قلبها الطيب، ومعوضاني عن كل حاجة حصلت في حياتي. يعني برضو يعني هايدي كبيرة يعني وامل كبيرة برضو، لكن انا يعني صغيرة، مش بالجسم ولا الكلام ده، هو بالعمر. يعني انا لسه صغيرة، يعني حصلت لي حاجات كتير قوي وانا صغيرة. يعني فراق ماما سعيدة، فراق تيتا بشيرة، فراق ناس كتير قوي حبايب قلبي عني، فراقهم يعني صعب جدا. وحاجات كتير حصلت لي غير ان انا قاعدة لوحدي في البيت، غير ان انا ما بشوفش ماما سعيدة، ان انا كنت عايشة معاها اكتر من اخواتي ما عاشوا معاها، ان انا كنت قاعدة واكلة وشاربة معاها وهي موجودة معايا في البيت وكل حاجة. سر هي كانت صاحبتي وكانت ماما وكانت اختي وكانت كل حاجة. طبعا لازم كل ما اجي من المدرسة او اجي من اي حتة، اول ما رحت رحلة القاهرة بتاعة المدرسة ماما ما نامتش اصلا اليوم ده، ماما ما نامتش، وكانت كل شوية ترن عليا وتطمن عليا. يعني فضلت اقول لها يا ماما والنبي هروح مع اصحابي، واصحابي كلهم رايحين وما تخافيش وما تقلقيش وكده. كانت خايفة عليا جدا وما نامتش اليوم ده. يعني انا راجعة الساعة 3، رحت الساعة 3 الفجر، جيت الساعة 3 الفجر من القاهرة. ماما ما نامتش خالص ولقيتها مستنياني، وما اقولكوش بقى على الفرحة اللي اول ما شافتني. طبعا دلوقتي مش جالي نفسي اروح اي رحلات، مش جالي نفسي ان انا اطلع اصلا من البيت، مش جالي نفسي ان انا اكل، ولا جالي نفسي ان انا اشرب، ولا جالي نفسي ان انا اصلا اضحك. الضحكة بطلعها بالعافية، يعني مش عارفة والله، تعبانة جدا من جوايا. يعني محتاجة ماما، محتاجة. عارفين انتوا الطفلة اللي مامتها بتغيب عنها ساعة ساعتين، او مثلا تسيبها مثلا وتدخل المطبخ وكده بتفضل تعيط عايزة مامتها جنبها. من بالكم بقى 9 شهور ما شفتش ماما ولا حضنتها ولا كلمتها. الايام والشهور بتعدي عليا كأنها سنين. طبعا مش هقول غير الحمد لله على كل حال. ربنا يرحمها يا رب برحمته الواسعة، ومتغلاش على اللي خلقها. الحمد لله على كل حال، كل اللي ربنا يجيبه حلو. وطبعا حبايب قلبي جيت لكم بقى نص الفيديو بكلمكم وقلتلكوش انا بعمل ايه. طبعا عملنا الأوضة، روقناها بقى، روقنا الركنة، نفضناها، كنسنا الأرض، وطبعا روقنا السرير، مسحنا السرير وروقناه. طبعا انا قبل الفيديو كنت منفضه الشبابيك وكده،
طبعا كنست الأوضة كده، وزي ما انتوا شايفين كل حاجة في الفيديو. كده بقى جيت تقريبا كنت بلعب بالمساحة. جيت بقى ايه، مسحت كده، حطيت في المية، حطيت فيها كلور وايه معطر دوني وكده، وقمت عاملاه بقى امسح بيها. طبعا ما قلتلوش رايكم في الدرس، ايه رايكم في الحاجات الطويله عليه؟ انا تقريبا يعني لبسه هيبقى كله كده، بس ان شاء الله. طبعا انتوا لسه ما قلتلوش كل سنه وانت طيبه، لسه فاضل على عيد ميلادي اسبوع وانتوا ما قلتليش كل سنه وانت طيبه، عشان كده بقى ايه زعلانه منكم. وعايزه هديتي ايه بقى؟ عايزه هديتي لايك وكومنت، تفعلوا الجرس، اهم حاجه تفعيل الجرس. طبعا بقى كده بقى بمسح معاكم. مسرعه الفيديو شويه، يعني هتلاقوني اتحرك كتير كده، فمسرعه الفيديو شويه عشان الفيديو كان طويل وكده، وانا مبحبش الفيديوهات بتاعتي يكون طويله عشان ايه تتفرجوا عليها وما تزهقوش. وكده بقى ايه خلصت كل حاجه كده، وقمت مشغله المروحه، مسحت وكنت شغلت المروحه عشان تنشف الارضيه وكده، وبرضو كان في حبه بين دخلوا من الشباك، فتقريبا هي بتطلع من كده. ف كده وانا بنشف المروحه شغاله، وهي تقريبا كانت هتطيرني انا شخصيا. انا ما شغلتش المروحه من زمان لانها كانت سبب تعبي، برضو كانت سبب من اسباب تعبي. انا تقريبا نسيت الكاميرا مفتوحه ومشيت. طبعا اللي واخدني منكم ام فايا وام خالد وام اسمها ايه، ام اسيا وام يونس، كل دول واخديني منكم حبايب قلب ام خالد ولانش بوكس ام فايا وكده يعني. طبعا كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ايه رأيكم بقى في الجولة بعد الكنيس وبعد المسيح وبعد الترويق والله راحة نفسية؟ طبعا سورة البقرة اهم من كل حاجة. طبعا حبايب قلبي عاوزة رأيكم بقى في الروتين اللذيذ الخفيف بتاعنا ده. ما تنسوش تروحوا عند قناة حياتك احلى مع هايدي، تفعلوا لها الجرس كده وتعملوها لايكات، وهتوحشوني في الله. ما تنسوش تدعوا لأهل غزة وتدعوا لماما سعيدة بالرحمة، وتدعوا لي كده ربنا يريح بالي يا رب ويصبرني. وطبعا قولوا لي رأيكم في الجولة العسل دي. وطبعا اذا هتقولوا لي الصور كده، نص الأوضة بتاعتي ملانة صور لأمل وماما، وطبعا سوري يا هايدي. هعمل لك والله صور، وطبعا صور لهايدي يعني مش كتير بس يلا هو برضو في صور لهايدي، طبعا صورتين 3 ليا كده او صورة واحدة يعني تقريبا. طبعا كده والله شكل الأوضة بقى حلو كده ومفرح، انا بحب اقعد في حاجة نظيفة كده وبحس براحة نفسية. طبعا دي مين؟ دي رموسة. طبعا انا قاعدة اقول لكم طبعا استحملوني، طبعا كده طريقة ترويق الأوضة اللي مش عارف. طبعا دي ماما سعيدة عاملة الحتة دي مخصوص ليها، يعني تكون فيها صورتها وصورتها الكبيرة وصورتها التانية، فما بحبش اعلق الصورة التانية عشان بحب احطها كده على البتاع بشكلها احلى. واللي هيقول تعليق الصور حرام، انا مش عارفة تعليق الصور حرام او لا، بس عادي يعني معلقة في اوضتي. طبعا اشوف وشكم على خير الفيديو الجاي، مع الف من سلامة. توحشوني في الله، وسلام يا اصحابي الحلوين حبايب قلب رموسة وام خالد. سلام.